أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المسلمين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبدي من خير بخريستوس يسوس بن شويس. Erene pasi ma arinci mem dat fembere verbesa me chaiso binadia me zodiere so os becherestos jab ereski bezene gona pervaisene feron avshoftene rokafti aswero nafti todena vennecheria tayono zatavang Marinte bosentere fare heron khem vaiso tierente beton khen herini ben yvantu kurator shois benoti Evni bechois evnoti vivantu kurator Evion menchois evnoti menzodi eresos بخريستوس نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال سترتنا أنتنا واستنقذتنا ليك شفقتنا عضدتنا دبنا هذه الساعة اطلبك يرحمنا الله وترف علينا واسمعنا عيننا واكبر صلاة وطلبات قديسين منهم بالصراحة أن في كل حين واغفر لنا خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل من صلاة يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل حياتنا بكل سلام مع في كل حسن كل ذكر وكل بلشتان ما مرض الناس الشاق يا معداغ فينا وزائرين انزع عنا وعن سائر شاق ومقدس الصالحات ونفع رزقنا عطتنا سلطان تصحى قرب على كل قوات العدو تريا أسس وبنت فيوت نبي بشيرين ببنب مصواب أنون خان إلى أوسني خرستي نصفاي غرب بنوتين أليسينوس أونو البيسنطان كنت صواب ماريا ريبنوتي نايناني تنس برز فيا أون أوميت سمنوس إنهري خنبا Ai cosmos evoniten bish lilin te tjagja Maria te Barthenos On sherene Maria tietcherom bies Nisosetas misinane mibnoti bilogo Sherene Maria kheno أواب شيرني مريض ماب في إس أواب شرمي فايل بينشتن عرشي أنجلو شرب عرشي خرسنتين استراتيا انتني في أوي شيرني شيروبيم شيرني رافيم شيرني تغمطيرون بورانيون شرنكو بمارتيرون شري بفانجل استي شري بيا وطلوس ماركون بيتي أوريموس شير استفانوس بشرب ما أرتيرو شرب أرشيد يكون وإتس مرot شرنكو بمارتيرون شري بشوي جنجي Enios Sherebias Novorot Bashos Tivoro Gargios Filobatin Marcoreus Avamina Enteni Vayat Itenne Berzbeyan Teti Theotokos Toab Maria Chois Ariemot Nadim Biko Eboneten Novi Teren Bekiote Agasos Nembidneb Maesroeb Jiak Iak Soti Emmon Nainan Shlin Sasiten Erene Pasie Etob Nevmati Ala
ربنا الصلاة ضابطك كل ربنا لنا مقلص يسوع المسيح نسطل من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين رقدوا أبائنا وإخواتنا اطلبوا على ما نأخذنا الذين رقدوا تنيعوا في الإيمان بالمسيح وانظر بعد بين القديسين ورسال الصفحة بين الصفحة بين القمامسة بين الخصوص وخدم الشمامسة أبان ربان وخدم الألمانيين وأن يأكل المسيحيين لكي المسيح لا ينفذوا أجمعين في فردوس النعيم أماناتنا الأحياء فاصنع أمان رحمتك واغفر لنا خطايانا يا رب رحم تفضل يا ربنا ينفذهم جميعا في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب على في موضوع قدرة ما رحى في فردوس النعيم الموضوع الذي يعرف من الحزن كبوتنا في نور قديسك أقم أكساب الأمر صندوق موعدك الحقيقة غير الكاذبة هب لهم غير المعنى ما لم تر عين ولم يسمع وسلم يدعى قلب بشر ما عدت يا الله نحب باسمك القدوس لأنه لا يكون موت لعبيدك ولا انتقال وإن كان قامت عن تفريق بشر ولا بس وزنك سكن فهذا عالم أنت سنعرف بشك صامح من البشر اللهم تفضل يا رب أمين مسحين زي في مسكوها كلها مشاء الشمس مالما من الشمال إلى الجنوب كلها باسمك تفضل يا رب اغفر لهم ونيحهم لأنه ليس حتى الناس قد حياتهم من واحدا على الأرض أما هم يا رب الذين أزلوا نفوسهم نحن ولا يستحقوا ملك السماوات أما نحن يا رب فهم لنا كما المسيح نرضيك أمامك أعطينا وأيام نصيب ونسمعك فقديسي يا رب رحم تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا بغير خطية مبارك أنت وإله أبائنا وبتزايد بركة واسمك القدوس ملك الأبد آمين فلتكن رحمتك علينا رب كما استكلنا عليك لأن أنا كنت رجاك لأن أنت تعطينا طعم في حيني اسمعنا الله مخلصنا يا رجاء اختارتك كلها وأنت بتحفظنا وتنجينا من هذا الجيل الأبد آمين مبارك أنت رب أعني عدلك مبارك أنت فهمني حقوقك مبارك أنت رب أني لبرك يا رب رحمتك دائما للأبد عمل ديك يا رب ترفضها لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل أنا طلبت وقلت يا رب أنا قلت بس نفسي فين أخطأتك يا رب تجعل تخلصني عن أصل مشيئتك لأنك أنت هو إلهي وعندك أنبوع الحياة ونركب وتدع رحمتك الذين يعرفونك وبارك المستقيم القلوب لك تجب البركة لك حق التسبيح لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكامل منذ البدء والآن والأبد آمين جيد هو الاعتراف له أن يخبر رحمتك في الغدوات وحقك في الليلة قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي يصلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من السماء السماوات ارحمنا يا سيد قدوس ارحمنا يا سيد قدوس ارحمنا يا سيد قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا يا من هو بخطر رب ارحمنا الذي بخطر رب عنك توضنا إليك لأنك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم بارك آمين قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز هذه الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا وادخلنا في تجربة لكن نجد من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين. بخريستوس يسوس بن شوي سامين هللويا شيرينيت انتو ايروسيس او بسمينو اتو ينبرسين سنسيون بيت فيما تصنوت نافين بخريستوس أرون تيربرو سافكيب شعب شيريتي كأنه بيناني بول شيريتي تصميسي نانين بي اوين طاف مي بخريستوس بالنوتي تبرسينوس السوات تيوب شن ساريا كنت براني بسيك كأنه بيناني بول تبرسينوس ماريام تي ثيوتوكوس السوات تبروستاتس تيب جنسون تتيمة رومي برزبا فيناريا قول نارين بريسوس في طارق فوق بوت انت بريموتنان بقوية قرنتين النوبي شيريني اوتي بارثينوس تي اورو امي ان اليسي نيشي ربشو انت بنجينوس اري اكفونان امانوئيل تنتي هواري بالمبيوتي ابروستاتي ستنهت نهرن بن شايزي صد بكريستوس
انتفكان النوبينا نبول ربصون سلم مريم خن في قوة صاحب شويصا قوينا من باسم ريت اصطبم مفيري جو وتبريتي اتقو سنجي دافيد كم بيبسل مجس وهيرات جتي وروسا قوينا ممكبورو سولومون موتي ايروس خن بيجو انتني جو جتصوني اوطا اشبيري قبولي سمي يروساليم أفتي مني غاري روس قنهان ميشل راني فتشوس جامي بولكن بيكي بس أوسيات صد بنا روماتا شيريني اوتي بارثينوس رومين اليسيني شيرب شوشون تبن جنوصار اكبونان نمانوي انتي واري بن مبيوتي بروستاتي سيتن اوتنارن بن شونسس بخريستوس تفكان النوبينا نبول مخير رئيس السمايين الأول في الطقوس الملكية يخدم أمام الرب إن الله يرسل لنا ورحمه ورفته بسؤال ميخائيل رئيس الملائكة العظيم وتكمل الأسمار بنت الباط ميخائيل لأنه قارب إلى الله يسأل عنا كل عطية صالحة وكل موهبة ما إنما تهبط لنا من فوق من عند ابي الانوار فلنسبح ونمجد ونسجد للسادس القدوس المساوي الدائم إلى الأبد Oives vevin egon obi arshi angelosis oab Mikhail barkhona nefo intefkan النوبينا نفون محب الأب مرقوريوس القوي بالمسيح لبس الخوذ وكل سلاح الإيمان وأخذ بيده السيف ذا الحين الذي أعطاه الملاك الرب في يده اليمنى مضى إلى الحرب بقوة المسيح وقتل البربار بجراحة عظيمة تيقظ على الأرضيات وطلب السمايات وتشجع في الميدان الشهادة أفضح داكيوس الملك المنافق بصبره العظيم وتعب العذابات وبهذا لبس إكليل الشهادة غير المضمحل وعيد مجاميع القديسين في كرات الأحياء السلام لك أيها الشهيد السلام للشجاع البطل السلام للمجاهد محب لأب مرقوريوس اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد محل بالأب مرقوريوس ليغفر لنا خطايانا وإن سوارسum segun kinimat shosin tanakia khitotin shosin ibterenti teotokos to emparsenos enseionifen هم في طارمس بن صوتير أغاصص التقول نقيسي فرارون السمنة الدب فيريني السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية السلام لفخر جنسنا ولدتي لنا عمانوئيل نسألك أن تذكرنا أيتها الشفيعة الممتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا نعظمك يا منور الحقيقة وملكة العذراء القديسة والإله لأنك رأيت المخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر سكلي الشهداء تليل الصديقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له المجد والرحمة يا رب ارحم بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من لا حق مولود من في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا لازم نبيا نحن البشر من خلاصنا اذا ما سمعت خلاصنا من القدس من الرب ان صلب عنا العهد بلاس البنتي تألم وكبرى قام بين الاموات جلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجد إلى الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحب نسكن الآب نسجد له ونمجده من الآب والابن نسكن به الخطايا وننتظر قيامة الأموات واحد
Tengoste volchait te Anastasis enteni revmo otnem bi on hentebi onest القديسين والمكرمين قائلا نبيا وابرارا كثيرين اشتون يا رب أنتم ترام يا روحاني يسوع من أنتم تسمعون لم يسمع وأما أنتم فطب عنكم لنا تبصر لزنكم لنا تسمع استحق أن نسمعنا من بينك مقدسة المقدسين يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا نذكر في سؤالات نظرات نرفع عليك يا رب إلهنا الذين سبب رقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم حياتنا كلها خلاصنا كلها رجعنا كلها شفانا كلها قيامتنا كلنا Tamassevna che Evangelio talanos ma قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مريم البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا المزامير 30 معلمنا داود النبي الملك الطاهر بركاته على جميعنا الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي قواسا من نحاس ومن تقتني قوة في الحرب وعلقت كل الذين قاموا علي تحتي باسم الرب إله القوات ربنا إلهنا مخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد ولما دخل كفر نحوم جاء إليه قائد 100 يطلب إليه قائلا يا سيدي غلامي مطروح في بيتي مخلعا معذبا جدا فقال له يسوع أنا آتي وأشفيه فأجاب قائد 100 وقال يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي
لكن كل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان لي جند تحت يدي. أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعونه: الحق أقول لكم إني لم أجد إيمانا بمقدار هذا في أحد في إسرائيل. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد 100: اذهب وكما أمنت ليكن لك. فبرأ الغلام في تلك الساعة. والمجد لله دائما. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبز هذه الغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، وادخلنا في تجربة لكن نجد من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. بخريستوس بن شويس نوبيون سو كيريه إيرين باسي نغماتيسو. يا سيد رب يسوع المسيح كلمة الله الآب الذي قطع كل بتقدم من قبل ألم مخلص محيي، الذي نفخ في تمييز القديسين واسم كريمين، قال إن أقبل الروح القدس غفرة قد أغفر مسكتنا ومسكت. نعمت الذين يعمل في الكنوت المقدس كل زمان في كنيستك المقدس، أنا فرغت الزوم الآن وصغش عن أولادك الحنين برسوم، ارزقنا رحمتك، اقطع كل بتخطانا، أخطأنا لك في شيء بعلم أو علم أو بقول وفكر الصالح وبشفي خطايانا، حالنا باركنا ملأنا من خوفك قومنا ومقدس الأبدان. Son Kyrie eleison, amin alleluia, zoxa patrike, eion Jag pneumatica inca sociona stonionuna mintenosti volingo emudioben choice bimisie volcanivion khagaonion tiros utimonon ainan Kyrie eleison Kyrie flogison amin ismo eroid semitania con beesmo amin esse shobi. اللهم اجعلنا مستقيم شكر يا ابانا الذي في السماوات. تقدس تأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك في الأرض. آتنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لنا ولكن نجي من شرير المسيح يسوع ربنا. حمد الله الآب نعمة الوحيد شركة موهبة وعطية سلام ربكم. ازيكم؟ جاهزين ندخل محضر ربنا؟ تعالوا هنرنم لما اكون تعبان. تعالوا واحنا بنرنم دي ندخل محضره قوي، فتعالوا نصليها. انه لو انت تعبان، لو انت حاسس انه في عليك هم كتير او هموم او بتفكر في حاجه بره شغلاك، حتى لو مش مشكله بس حاجه شاغله بالك، فتعالى نرمي كل حاجه عليه عشان نتمتع النهارده. لأن كل واحد فينا مادام جينا النهارده يبقى لازم نقابله، فلو ما قابلناهوش يبقى خسارة الوقت اللي احنا ضيعناه. فتعالوا نصلي الترنيمة دي، ندخل في محضره من الأول، نقول له رب أنا برمي كل حاجة عليك يا رب.
اجتماعنا النهارده اسمه هو ربنا يقدر. فتعالوا احنا بنقول له انت عالي، نقول له اي حاجه عندي في حياتي وانا اولكم اقول له رب انت اعلى منها. اي مشكله، اي ضيقه، اي قلق، اي حاجه واقفه بقالها كتير، ولو حتى حاسس انه انت ما عندكش والدنيا كلها ورديه وحلوه، ممكن تقول له انا عايز اتغير ابقى شبهك. فتعالوا نحط قدامه كل الحاجات اللي نفسنا فيها اللي بقالها كتير متعطله. اكيد كل واحد عنده حاجات وممكن يكون شويه يئس انه ربنا ممكن يستجيبها، لكن تعالوا نصلي قوي. هو قال كده انه احنا لو طلبناه من كل قلبنا هيوجد لينا. فتعالوا نصلي الترنيمه دي واحنا بنقول له انت اعلى من كذا، مرض، ضيقه، شغل. فتعالوا نعلي قوي في الوسط عشان ناخد منه النهارده حاجه جديده.
وقت لما تكون صعبي حجب عن عيني السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. وقت لما تكون صعبي حجب عن عيني السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصني المنيع يا يسوع أقوى من الخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيد بالسلام. انت يا حصني المنيع يا يسوع أقوى من الخوف والظلام. أقوى من الخوف والظلام. أقوى من الخوف والظلام. وقت لما تكون جبالي واقفة بتكتب مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حمل التقيل. وقت لما تكون جبالي واقفة بتكتب مستحيل والشكوك تنهش في بالي مين يشيل حمل التقيل. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصني المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصني المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. كلمتك فوق المحال. كلمتك فوق المحال. وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل. لما وعد الناس يهرب والعمل خاب والأمل. وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل. لما وعد الناس يهرب والعمل خاب والأمل. انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي يصعب عالجميع يا يسوع.
بنكمل مركزين في نفس الهدف، انه بنتوجه ملك، بنقول له انت القدير. لو حتى الترنيمه مش قادر تقولها صعبه، قول له كده انت القدير، انت الملك، انت يا رب عظيم. هو ده التسبيح، انك بتمدح في ربنا. فقول له يا رب يسوع انا بسبحك، فانت رائع، انت عظيم، انت قوي. خلوا كده يبقى عندنا تدريب افكار ايجابيه، انه قول له على طول انه بدل ما المشكله ما بتتحلش، الموضوع ده لسه واقف، ده بقاله كتير، ما انا جربت قبل كده. تعالوا نغير لهجتنا الفتره الجايه وانا معاكم، ونقول له يا رب انت قوي، انت قدير، انت تقدر، الموضوع ده سهل قوي بالنسبه لك. تعالوا نغير فكرنا كده. هو قال كده تغيروا عن اشكالكم بتجديد اذهانكم. فتعالوا الوقت اللي فاضل نختبر دوا، انه لو انا طول عمري او الوقت اللي فات كله بقول افكار سلبيه او شايف الجزء الوحش، تعالوا بص على نفس الحاجه وقول له انا شايف انك تقدر تعمل كده، انا شايف انك اقوى من الحته دي. فتعالوا نتوجه ملك، نقول له بدام انت الملك يبقى ما ينفعش اقول انه في حاجه اقوى منك. إلهي ملكك أبدي وعظيم اسمك في الجبروت، قدامك تهرب بعيدا ويصير لينا الملكوت. مالكي يا مالكي قدامك نطرح إيدان. مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان، وحدك كاشف الأسرار. كلامك سيف في حديد بينور أقسى القلوب ويغيرها بغمضة عين. مالكي يا مالكي قدامك نطرح تيجان. مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان. التايه يلاقيك طريق والضعيف يصبح بطل. لما من الموت بتنادي يحيى وحاله يهتدي. مالكي يا مالكي قدامك بتطرح تيجان. مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان. ما فيش زي عمل ايديك ولا في زيك إله. هادي حياتي بسجد ليك، انت العالي وانت الله. مالكي يا مالكي قدامك بتطرح تيجان. مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان.
قلبي بيسجد للإله يا إلهي واهب الحياة. تعالوا نختم ونقولها، نقف ونصلي، هنقول بعدها العذراء وبعد كده ابونا يدينا كلمه. فتعالوا واحنا بنفس الروح. التسبيح قوي قوي لما كلنا بنسبح، يسوع بيبقى حاضر في الوسط. مكتوب عنه كده ان هو الساكن في وسط تسبيحات شعبه. كل واحد فينا بيفرق، مش الكورال هو اللي بيسبح ولا اي حد، بس احنا كده. فتعالوا كل واحد يقول انا تسبيحي بيفرق مع ربنا قوي، انه ربنا قال كده انا ساكن في وسط تسبيحات شعبي. فياريت كلنا نقولها الترنيمه دي، محدش يقف سكت، احنا بنسبحه هو. ربنا قادر ليه سلطان ويتوقع كل زمان، بلمسة يفتح أي طريق ويشفي القلب من كل ضيق. اتحنن على الخاطئ تاب، رجع له الضل من غير عتاب. اللي بيرجع ليه ويموت ما بيقفلش في وشه الباب. اللي بيرجع ليه ويموت ما بيقفلش في وشه الباب. الله القدير اسمه عجيب مشير. الله القدير اسمه عجيب مشير. خالق الكون بقدرته، ما في حد في حكمته يخلق من التراب عيون ويشفي المرضى بكلمته. كلامه يبشر مساكين ويحرر أسر المساجين. يعلى المجد اللي اسمه تخضع لجلاله حتى الشياطين. ويقوم من أموات، يفتح إيده يفيد الخيرات. كل خليقته تسبح اسمه على الأرض وفوق في السماوات. كل خليقته تسبح اسمه على الأرض وفوق في السماوات. الله القدير اسمه عجيب مشير. الله القدير اسمه عجيب مشير. خالق الكون بقدرته، ما في حد في حكمته يخلق من التراب عيون ويشفي المرضى بكلمته. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا تردي طلبتنا عندما ندعوك. في ظل حمايتك نلتجئ يا مريم، لا
يسوع نشكرك لهذه النعمة أن نكون أمامك. أتينا يا ربي لكيما نراك، أتينا يا ربي لكيما نفرح بيك، أتينا يا ربي لكيما تمتلئ قلوبنا قوة من روحك، أتينا يا رب لكيما نخرج لا كما دخلنا، إنما نخرج مملوئين مسبحين متمتعين شايفينك يا رب بكل وضوح. اذكر اجتماعنا اليوم بكل خير وبركة، اذكر ولادك الماسلين بين إيدك وضعفي، اذكر إخواتنا الذين لهم عادة الحضور معنا، باركهم في أماكنهم، اذكرنا في اسمك نصلي لك مع صلوات قديسيك العذراء مريم وملاك ميخائيل. بركة هذا الصوم ويزيدك يا مخلصنا، أجبنا وقال بشكر. أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها أمين. موضوعنا النهاردة بنعمة ربنا تحت عنوان هل الله يقدر؟ هل الله يقدر؟ هو الحقيقة الموضوع هو أنت مصدق إن الله يقدر؟ هو ده الموضوع. هل الله يقدر؟ طبعا الله يقدر، بس أنت مصدق إن الله يقدر؟ هو ده الموضوع. لأنه تعرف أن الله يقدر، لكن في كتير من الأحيان ما بتصدقش إن الله يقدر، فما تتمتعش بالله اللي يقدر. عشان كده موضوعنا ده موضوع صلاة، إن يا رب اديني ثقة وتصديق إنك أنت تقدر، ولذلك تعيش بالمبدأ ده. أنا واثق يا رب إنك أنت تقدر. تقدر تعمل إيه؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في حاجات كتير قوي قوي قوي. خليني أقرأ لكم عدد من سفر أيوب والإصحاح 42، وده آخر إصحاح في سفر أيوب بعد شوط طويل قوي قوي قوي. وكده فأجاب أيوب الرب فقال: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. قد علمت أنك تستطيع كل شيء. أنا عرفت أنك تقدر على كل حاجة. قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. من فضلك ردد الآية دي جوه قلبك، هتحس بقوة. وكلمة علمت مش معناها المعرفة العقلية، لكن قد علمت معناها اختبرت، صدقت. صدق إن الله يقدر على كل شيء ولا يعصر عليه أمر. ده من الأول خالص الكلام ده. همر بسرعة كده على قصص كلنا عارفينها، يمكن من أول سفر الخروج وخروج 14، وقصص الحقيقة صعبة جدا. شعب بني إسرائيل لما خرج من أرض مصر وبعدين قصادهم البحر، وفرعون غلظ قلبه وقال إزاي سبتهم، فجري وراهم. الموقف منتهى الصعوبة، لأنه فرعون بمركباته بيجري ورا شعب أعزل ما عندوش سلاح، فالشعب هيموت يا إما بيد فرعون يا إما في البحر. وتخيل، شوف المنظر، سواء يموت بسيف فرعون أو يموتوا غرقة، الاتنين أوحش من بعض. عايز أقول لك
انه تقدر تكتب كده على القصة ديت لا نجاة، مفيش فايدة، لا نجاة. انت محصور ما بين اتنين والاتنين موت، لا نجاة. ساعات كتير قوي قوي تلاقي ان الطرق امامك صارت موصدة مقفولة، لا نجاة، مفيش فايدة، كل الطرق مقفولة. بل اقول لك ان كل الطرق تؤدي الى موت، مفيش فايدة. حتى لدرجة ان شعب بني اسرائيل راحوا قالوا لموسى كده، يعني هو من قلة القبور اللي في مصر جاي تموتنا في البرية؟ يعني هو من قلتها؟ يا عم سيبنا نموت في مصر. يعني ايه موت؟ موت. وبيدوروا على ايه بقى؟ ايه؟ على القبر. لكن موسى يقف يقول لهم قفوا انظروا خلاص الرب الذي يصنع لكم اليوم. عايز اقول لك ان كأن موسى بيقول للشعب كده قفوا وانظروا خلاص الرب القدير. هيعمل ايه يعني؟ يعمل ايه؟ ليها مخرج. يقول لك له في الموت مخارج، ليه من الموت مخارج. يعني ما تعرفش ازاي يحلها حينما يعجز فكرك، وحينما تجد ان الابواب مقفولة وما فيش بشر يديك حل، تجد هناك حل من عنده غريب جدا وعجيب. وعارفين القصة ان موسى اما صرخ لربنا قال له يا موسى انت بتصرخ ليه؟ ارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وايه؟ وشقه. ايه ده؟ حل جديد مش موجود. شق البحر يعني افتح طريق في الموت، لان البحر ده طريق موت. افتح في البحر طريق، شق الموت. عايز تقول لي ايه؟ انا عايز اقول لك ان العصا اللي كانت في ايد موسى اقوى من الموت، والعصايه اللي في ايد موسى رمز الايه؟ الصليب. الاله القدير اقوى من ايه؟ من الموت. قال له انت ليه؟ مد يدك. قال له كده ارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشق. ارفع عصا. عصا مين؟ عصا الله. عارف عصا الله اللي هي ايه؟ الله القدير، الصليب. ادي عصا الله. ويعمل كده ويمشي. عايز انهي قصة ان ديت بتاعت الرب القدير. شوفوا الترنيمة اللي رنمها موسى، التسبيحة بتاعت موسى. ويقول كده هوت قد على يقول ايه في عدد 6 في خروج 15 عدد 6 يمينك يا رب معتزة بايه؟ قال بالقدرة. يمينك يا رب معتزة بالقدرة. امامك طريق موت، ثق فالله القدير يشق لك في الموت طريق. بس صدق، بس صدقي، ما تقولش الامر صار كالموت، وان كان كالموت الله يشق في ايه؟ طريق. مفيش حاجة اسمها راح الوقت مع المسيح، لا. مع المسيح لا. مفيش حاجة اسمها الوقت فات. مفيش حاجة اسمها يا خسارة. مفيش حاجة اسمها الموضوع ده مات، لا. يحيي. ارفع يدك، ارفع العصا، مد يدك. ده الاله الايه؟ القدير. هل يقدر؟ يقدر يشق في الموت طريق. خد مثل تاني، مثل من الامثله اللطيفه جدا، وده تلاقوه في دانيال 3. وخد الكلام وطبقه على حياتك بل وعلى احتياجاتك، وتأكد أن مجيئك اليوم لكي ما تسمع أن الله قدير، عشان تصدق
وتختبر أن الله إيه؟ قدير. ما هوش كلام، مش عظة، إنما ده اختبار. وتقول كده لقد اختبرت قدرة الله في حياتي، إن أنا كنت في مشكلة وطلعني، كنت في موت وأنقذني. لقد اختبرت، ومش اختبارات عادية، اختبارات على قد الله الإيه؟ القدير. في دانيال 3 قصة مشهورة قوي، قصة الثلاث فتية شدرخ وميشخ وعبدناغو. عارفين القصة اللي هي نبوخذ نصر لما عمل تمثال وقال محدش يسجد لحد إلا لهذا التمثال، والثلاث فتية شدرخ وميشخ وعبدناغو رفضوا يسجدوا للتمثال. جابهم نبوخذ نصر وقال لهم طيب بصوا أنا هديكم فرصة تانية. كان في نظام كده ان هم اول لما يضرب بالطبول والناي والمزمار والعود، يعني يعمل زي آلات كده وموسيقى، يلا تسجدوا. ما رضوش يسجدوا، والنار متقدة والنار مشتعلة. ونبوخذ نصر زعل جدا من شدرخ وميشخ وعبدناغو وحمل أتون كام؟ 7 أضعاف. قصص كلها محفوظة، نار شديدة. بس عايز أعلق لكم على آية واحدة وانتبه معايا، لأن الموضوع ده مهم جدا. حكاية النار ديت، النار طلعت شديدة قوي قوي. شوفوا كده الثلاث فتية يقولوا ايه للملك؟ يقولوا له هو ذا يوجد إلهنا، هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده. خلي عندك ثقة وانت بتقول الكلام ده. هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده. يعمل ايه؟ قال يستطيع. عارف يعني ايه كلمة يستطيع؟ يقدر. هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع. من فضلك ردد ده جوه قلبك. يستطيع يعني يقدر. يعمل ايه؟ أن ينجينا منين؟ من أتون النار المتقدة، وأن ينقذنا. يقدر من يدك أيها الملك. نار. ايه حكاية النار ديت؟ أصعب نار بنتعرض ليها اسمها نار الشهوة. نار الشهوة نار صحيح مؤلمة متعبة، وإن مسكت فيك ما بتخلصش منها بسهولة. نار مستعرة، والشيطان مش بيحميها 7 أضعاف، إنما إني أعلم إني يحميها 100 ضعف. وتبقى نار ماسكة في أفكارك، أفكار شهوة. بل ساعات كتيرة تبقى ماسكة في أعضائك. ساعات كتيرة لا تهدأ إلا أن تتمم الخطية، اسمها نار الشهوة. هل تثق أن الله يقدر أن يهدي النار ديت؟ قول كده هو ذا الله الذي أعبده يستطيع أن ينجيني من النار الإيه؟ المتقدة، وأن ينقذني من يدك أيها الملك. ملك مين؟ إبليس رئيس هذا العالم. يقدر المسيح ينقذك من نار الشهوة ومن نار العلاقات النجسة. يقدر المسيح ينقذك وينقذك من نار اللي متش قادرة ولا قادر تخلص منها، نار علاقات غير مقدسة. يقدر. تقول أنا أصلي مش قادر، حاولت. هي تقول أنا مش قادرة، أصلي جربت، مفيش فايدة. مفيش حاجة اسمها مفيش فايدة. هو ذا يوجد إلهنا الذي يستطيع أن ينجينا. عندك الثقة؟ عندك الثقة؟ اطلب. هو ده الإله القدير اللي أنت لازم تختبره. تقول أصل أنا تعودت، أنا اللي قد ربطت بهذه النار منذ سنين. تخلص النهاردة، تخلص. هو ذا يوجد إلهنا الذي نعبده يستطيع. أنت بتقول بالثقة دي منين؟ بثقة المكتوب. أستطيع كل شيء في المسيح الذي إيه؟ يقويني.
ينقذك من سهام الشرير الملتهبة إيه؟ نارا. هل تعرضت لهذه النار الشرسة؟ هل تعرضت لهذه النار المتقدة؟ هل تعرضتم لهذه النار الرزلة؟ النار اللي مليانة وجع قلب. وساعات النار تكون لمستك وما انتش عارف تطلعها. خلاص اعلن النهاردة: أنت إلهي القدير، تستطيع أن تنجيني من هذه النار المتقدة. اطلبي هتاخد. تتفك تلاقي الدنيا بردت. ايه ده؟ بردت خلاص، انطفت. هل الله يقدر؟ نعم يقدر. هل تصدق؟ نعم أصدق. ما كتب في الكتاب كتب لأجل تعليمنا، بل ما كتب في الكتاب كتب لأجل أن يكون لنا نماذج تمشي عليها وتصدقها وتصدقيها، فتاخد قوة وتاخدي قوة. الله مستعد إنه زي ما طفى النيران ديت وظهر مع الرابع الشبيب الابن الآلهة، يستطيع أيضا أمس واليوم وإلى الأبد. أحكي لك على نار، أحكي لك على إله قدير بيعمل إيه كمان. في دانيال 6، دانيال 6 قصة دانيال اللي طرح في جب الأسود، لأنه الملك داريوس الملك عمل حكاية. قال كده، قال لمدة 30 يوم محدش يطلب طلبة من إله أو إنسان إلا مني، واللي يعمل غير كده يترمى فين؟ جب الأسود. دانيال كان عنده عادة مقدسة أن كل يوم يصلي كم مرة؟ 3 مرات. يروح أوضته ويصلي 3 مرات، يفتح كواه، يتجه ببصره ناحية أورشليم ويصلي 3 مرات كعادته. ناس راحوا قالوا لداريوس: ده مش عملت أمر كذا كذا؟ قال آه. طب في دانيال. داريوس زعل إن دانيال وقع في الفخ ده لأنه كان بيحب دانيال. جاب دانيال. داريوس قعد يماطل مع دانيال من الصبح بالليل عشان يعني يعديه من المطب ده. فقولوا الناس قالوا لداريوس: اسمع، انت لو عملت كده يبقى انت مخالف لشريعة مادي وفارس، انت هتضيع نفسك. ما كانش في حل اخر الا انه داريوس يعمل ايه؟ يأمر في التو واللحظة ان يعمل ايه؟ يرمي دانيال فين؟ في جب الاسود. شايفين مشاكل بجد يعني، مش بهزار. مشاكل، نار، اسود، بحر، حاجات بجد. عشان المسيح عايز يقول لك وعايز يقول لك ان اللي عندك سهل جدا، بس انا بقول لك انا بتاعك كل حاجه. انا اله قدير اقدر على كل حاجه. من فضلك صدق فيا، ما تطلعش اجتماع زي اجتماع عادي. لازم تعلن ان الاله القدير سيصنع معك، سيصنع معك. ما ترمى دانيال، بس قبل ما يترمى دانيال في جب الاسود اقرا لكم بس حاجه. حينئذ أمر الملك فأحضروا دانيال وطرحوه في جب الأسود. أجاب الملك وقال لدانيال، ده الكلام اللي جاي ده لمين؟ لداريوس. داريوس اللي قال الكلام ده، مش دانيال. داريوس بيقول لدانيال إيه؟ أن إلهك الذي تعبده إيه؟ دائما هو إيه؟ ينجيك. دي شهادة مين؟ داريوس. الأممي يعلن أنه يوجد إله أمين يعبده دانيال، يقدر يعمل إيه؟ ينجي. أنت مش مصدق إن إلهك ينجيك؟ ما أنتش مصدقه. هو إيه الأسود دي؟ الأسود دي ساعات تكون البشر عايزين ينهشوك. الأسود دي معناها مشاكل زي الأسود، لاش حل. أسود مش أسد. تخلص من إيه ولا من إيه ولا من إيه ولا من إيه؟ عايزين تنهشك. أبواب مفتوحة عليك من كل حتة. بس قال له إلهك يقدر ينجيك. يروح يسأل داريوس: إزاي يعني يا عم داريوس؟
دي الاسود دي جعانه، ده بمجرد ما هينزل دانيال هيتفرتك في لحظه واحده. قال انا عارف ان دانيال امين مع الهه واله دانيال امين معاه يناجيه. ازاي؟ ما اعرفش، لكن اعرف عندي ثقه ان يقدر ايه ينجيه. وبعدين يجي بقى تاني يوم داريوس يروح كده جب الاسود وينادي على دانيال بصوت اسيف يعني حزين، يقول له يا دانيال عبد الله الايه الحي، الحي مش بيموتش، مش ميت، يعني ينجي ولاده مش من اسد، من مليون اسد. يقول له هذا الكلام، يقول له هل الهك الذي تعبده دائما قدر على ان ينجيك؟ قدر؟ قال له عيش الى الابد ايها الملك. الهي ارسل ملاكه، ملاك سد افواه الاسود. خلاص الهي يقدر، الهي يقدر، الهي يقدر يسد الابواب اللي مفتوحه عليك، ابواب الظلم. الهي يقدر يسكت كل الافواه اللي بتتكلم عليك بالكذب. الهي يقدر ينقذني من اسود عاوزه تنهشني، يقفل باب ويفتح باب والعكس. الهي يقدر لاني اعبده وانا ابنه وانا بنته. الهي يقدر، يقدر، يقدر. مش مصدقه ليه؟ مش مصدق ليه؟ وبعدين قال طب طلعوا دانيال. طلع دانيال ويبدأ بقى الملك يقول كلام عجيب قوي. يقول عن إله دانيال، يقول من قبلي صدر أمر بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإيه؟ الإله الحي القيوم إلى الأبد، وملكوته لن يزول وسلطانه إلى المنتهى. هو ينجي، هو ينجي. ينجي من إيه؟ كل حاجة. ينجي من النار، وينجي من بحر الموت، وينجي من الشهوة، وينجي من الأسود، وينقذ ويعمل الآيات والعجائب في السماوات وإيه وفي الأرض. إلهي يقدر، إلهي يقدر. خد كمان واحدة عن إلهي يقدر. إلهي يقدر يشبعني في وسط الصحراء. إلهي يقدر يطلع لي غنى وشبع في وسط الفقر اللي حواليا. يقدر. تبقى الناس يا عيني مش لاقيه وانت معاك، والناس مش لاقيه شغل ويبعت لك، والناس مش لاقيه تاكل وانت بتشبع ويفيض عنك. يقدر، يقدر، يقدر. امال ما بيعملش معايا كده ليه؟ عشان حضرتك مش مصدق، وانت مش مصدقه، عشان كده ما بيعملش. يعمل مع المصدقين. صدق. إلهي يقدر. إلهي يقدر يشبعني. إلهي يقدر يبعت لي شغل. نعم. إلهي يقدر يديني يشبع في الجدوب نفسي. أيوة. هقرأ لكم آية كده في مزمور 78 من المزامير الحلوة قوي. حكاية إنه يشبعني في وسط الدنيا تبقى مفيش ويطلع لك حاجة حلوة كده. في مزمور 78 عدد 15 يقول إيه؟ عارفين الشعب بني إسرائيل كان في الصحراء، كان عطشان، فقالوا لموسى عايزين نشرب.
مرة ربنا قال له اضرب الصخرة طلعت مية، ومرة قال له كلم الصخرة بس موسى ضرب الصخرة بس طلعت مية. خدتوا بالكم؟ نفس الفكر، صخرة صماء يضرب الصخرة بالعصاية، العصاية اللي هي ايه؟ الإله القدير، الصليب، تطلع ايه؟ مية من الصحراء. بعدين شعب بني إسرائيل يحبوا اللحمة، قالوا نفسنا ناكل لحمة. كنا في مصر بناكل لحمة، وكنا عند قدور اللحم والكرات ومش عارف ايه وكده، عايزين في الصحراء. شوف الآية العجيبة جدا، فوقعوا في الله في مزمور 78 وعدد 19 قالوا هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ هل يقدر الله أن يرتب مائدة في البرية؟ يقدر يعمل لنا وليمة في البرية، أكلنا في البرية يعني في الصحراء؟ هو إذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية. هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا ويهيئ لحما لشعبه؟ وسمع ربنا ليهم. هل يقدر؟ قال لا. تقدر تأكلني الأكل ده هنا؟ أقدر. هتقدر تديني يا رب شغلانة وتديني بيت وتديني زوجة وتديني ماديات وتشبعني هنا، ولا لازم أسافر أمريكا؟ لا يا أخويا، ده أنا أديهولك في الصحراء. بس مش مصدق، لسه بتشغل راسك. من فضلك كفاية تشغيل راس، شغل الإيمان. الله يقدر، الله يقدر يشبع في الجدوب نفسك. في معجزة إشباع الجموع قالوا التلاميذ، قالوا له كده: الوقت قد مضى والموضع خلاء. قال لهم أكلوهم. قالوا له ما ينفعش، أكلهم منين؟ هنأكلهم منين؟ نسيوا يقولوا له أنت الله القدير تقدر. قال لهم طب عندكم إيه هنا أكل؟ قالوا 5 خبزات في السمكتين. منهم أكل إيه؟ الألوف المؤلفة. يقدر، يقدر. وقف صلي بثقة، وقف يصلي بثقة. يا رب أنت تقدر، أنت أبويا وتقدر. يعني كل شيء مستطاع لدى الله، وكل شيء مستطاع لدى المؤمن، واستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. تقدر تشبعني في وسط الجفاف، يقدر. أقول لكم آخر واحدة دي لطيفة قوي، في يوحنا 11. يوحنا 11 دي بتاعة إقامة العازر. وعارفين إنه المسيح كان بيحب مريم ومرثا والعازر، وبعدين بالرغم إنه عارف إنه العازر كان عيان سابه لغاية لما مات ودفن، وبعدين راح. كان بقاله 4 أيام. والحوار الطويل قوي، الناس بيقولوا كده لبعضيهم. اليهود شافوا المسيح بيفتح عينين الأعمى، آخرهم كده، آخرهم تفتح عينين الأعمى. ده اللي شافوه، ما شافوش أعلى من كده. فبيقولوا إيه؟ قال بعضهم بعضا منهم: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ بس مات، يعني عيان ويشفيه، لكن كان يقدر يخليه ما يموتش، يعني يخففه، بس ده مات. يقدر يخفف لكن يقدر يقوم الموت؟ طب يقدر يقوم بعد ما ريحته طلعت أنتن؟ هل يقدر؟ وبعدين بتقول له مريم ومرثا الاثنين قالوا الكلام ده: لو كنت ها هنا لم ايه؟
يموت أخي، بس مات. بس خلاص البرواز الإزاز ده وقع، اتدشتش، خلصت. يا ريتك لحقته، مات. تقدر تعيد تشكيلي مرة أخرى. يعني إيه الموت يا أحبائي؟ يعني إيه الموت وأنتن؟ يعني بدأ يتحلل. عارف يعني إيه بدأ يتحلل؟ يعني في أجزاء من الجسم صارت تراب، يعني رجعت إلى الإيه؟ للتراب. تقدر تشكلني من جديد؟ تقدر. عارفين المثل اللي بيقول اللي في العالم يقول لك يا عم هو بعد ما يكبر، بعد ما كبر يعلموه تاني؟ ما خلص خلاص. لا، لكن أنا خلاص سلوكي بقى كده، عاداتي بقى كده، أنا خلاص كبرت على كده، بقالي سنين كده. تقدر يا رب تعملني من جديد؟ تقدر تشكلني بعد ما اتحللت؟ تقدر؟ يقول لك أقدر، بس المفتاح إن إيه؟ أمانتي. مصدق أقدر. من فضلك اطلع النهاردة وانت مصدق. أنا مصدق يا رب إنك تشق في طريق الموت لي طريق، وإن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت إيه؟ معي. أنا مصدق يا رب إنك تطفئ نار الشهوة اللي بهدلتني. حاسس بيك يا حبيبي، حاسس بيكي. بهدلة، أنا عارف، نار صعبة جدا، ويا عيني بتولع جوه وما انتش عارف. إني أعلم إن إلحاحات إبليس في الشهوة إنما هي مستعرة، ما بيسيبكش بسهولة ولا بيسيبك بسهولة. تحاول تطفيها ما بتطفيش، بل تزداد شراهة. اصرخ النهاردة، قل له أنت تقدر، تستطيع يا رب، أنت يا إلهي يا من أعبده، أنك تنجيني من النار المتقدة وتنقذني من يد الملك الشرير. يستطيع، تستطيع يا رب، وتقدر انك تنقذني من الاسود اللي حواليا يا رب، وتسد افواه الاسود اللي عاوزه تاكلني. الهي ارسل ملاكه وسد افواه الاسود. تقدر يا رب، تقدر يا رب تهيئ لي في البريه مائده. نعم، خافش يا حبيبي، هأسدد احتياجاتك. ما تخافيش يا بنتي، هأسدد احتياجاتك. صدق يقدر. فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. يقدر، ما تخافش، ما تخافيش. هتشتغل وترتبط وترتبطي وربنا يديك ويسعدك ويسعدك. يقدر. ده كلام صغير. يهيأ لي في البرية مائدة. يقدر. وأيضا يقدر يشكلني مرة أخرى. يقدر. إلهنا قدير، إلهنا قدير. ليه عايش شحات وليه عايشة مغلوبة على أمرك؟ وإلهك قدير، وإلهك قدير. اطلب من الإله القدير يديك ويديك أكثر جدا مما نسأل أو نفتكر. طلبتنا خليها على قد الإله القدير. عشان كده أنا بقول له يا رب أنا واثق إنك أنت يا ربي بقدرتك. ما بتقول ترنيمة موسى، يقول يمينك معتزة بالقدرة. نثق إن يسوع إيده ممتدة لأقطار الأرض، يجيب كل الشباب وكل الشابات، يصنع في وسطنا نهضة. يقدر. مش يقدر؟ يقدر. مين أقوى، هو ولا إبليس؟ مسيح أقوى. يقدر.
يقدر يربط إبليس ويجيب النفوس المأسورة عنده، يقدر يحرر كل الشباب والشابات اللي بعاد عنه، يقدر يدوقنا نعمة جديدة، يقدر نبقى احنا في نهضة غير عادية. أنا بصلي من أجل كده، اظهر قدرتك يا رب في ربحك للنفوس، اظهر قدرتك يا رب في اتيان بكل ولادك وبناتك، اظهر قدرتك يا رب ان يكون الشباب ده كله يا رب، انا شباب وشابات شاهدين لاسمك والاعلان مجدك. تقدر يا رب ان يكون فيما بعد مفيش حد يا رب بعيد عنك، بل الكل في حضنك يقدر. مصدقين؟ خلينا نصلي من اجل كده. يقدر. انا واثق يا رب انك تقدر تعمر البيوت، وتقدر تفتح الابواب المقفوله لكل اولادك وبناتك. تقدر. احنا مصدقين يا رب ان الايام اللي جايه اعلان لقدرتك ولمجدك. احبائي، الهنا مش ضعيف ولا صغير، الهنا قوي وقادر، واللي يطلب قدرته الله يوري له. داود النبي في يوم من الايام قال لجليات: انت تاتيني بايه؟ بسيف رمح. انا اتيك بايه؟ بقوه اسم رب الجنود. يقدر. عارفين انت عايش ليه في ضعف، وانت عايشه ليه في ضعف، وخدمتنا في ضعف. حاطين يسوع الغلبان على جنب، نعلن يسوع القدير. الله يشتغل. من فضلك دلوقتي وانت بتصلي اطلب عن كل احتياج عندك، سواء عن الشهوة اللي انت عاوز تخلص منها، او على الابواب المقفولة، او على الموت، او على التشكيل الجديد اللي يديهولك ربنا، او ان الله يهيئ لك مائدة في البرية. اطلب بكل قوة والله يسمع ويستجيب ويعطيك أكثر جدا مما ناس تسأل أو تفتكر. ولإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين. واحنا في روح الصلاة كده يعني خدتوا بالكم من أبونا يعني أهم كلمة نطلع بيها: صدق صدق صدق. هتصدق هتاخد. هو ليه مش بيشتغل؟ عشان أنا مش مصدق، مش عشان حاجة تانية، لأنه إلهي قدير. تعالوا نقول لا يكون ظلام واحنا مصدقين إنه هو اللي قوم الأموات. يعني أي حاجة تانية عندك أيا كانت حجمها كبير أو بقالها قد إيه، بس قدامه ولا حاجة. صلي يقول له: انده عليا باسمي. هو عايز ينده عليك باسمك دلوقتي.
كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي خدمتي يلي فادتني. أنا كل ليك يلي بدمك اشتريتني، ولا يكفي حبي خدمتي يلي فادتني. لا يكون ظلام للي عايش جواتي، ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. لا يكون ظلام للي عايش جواتي، ويكون سلام وإيديك تفتح طريق. امين يا رب. مصدقين انك سامع يا رب. تعالوا نقول له ليك المجد يا فدينا، ومصدقين قوي انه استجاب. وتعالوا نعلن ثقتنا بقى فيه، نقول له يا رب احنا بنسبحك، انت ليك المجد عشان المشكله اتحلت. تعالوا نعلن ايماننا كده. الكنيسه علمتنا كده ان احنا في اخر الصلاه نشكر انه الرب يسوع استجاب. فاشكر قوي دلوقتي، قول له ليك المجد يا رب. المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نغنيلك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب. وهنفضل نغنيلك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد، والخليقة بتردد يا عجيب. انت مشتاق الأمم، فيك الأمين والنعم، فيك الحب والنغم يا عجيب. انت الله المتجسد والمسيح المتمجد، والخليقة بتردد يا عجيب. انت مشتاق الأمم، فيك الأمين والنعم، فيك الحب والنغم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام. يا عجيب يا مشير يا إله يا قدير يا أبد أبدي يا رئيس السلام. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين. يا رب نشكرك انك اله عجيب مشير رئيس السلام. انت اله قدير يا رب. انت رب اللي عندك للموت مخارج، وانت اللي بتشق في البحر طريق، وانت اللي لا يعثر عليك امر ولا شيء يا رب. تعالى يا ربي اعلن كده لينا اليوم زي ما اعلنت. نفذ يا ربي الكلمات دي في حياتنا يا رب. خلينا نشوف ونرى قدرتك وذراعك القديرة يا رب.
خلينا نشوفك يا ربي في كل لحظة وانت بتتمجد في وسطينا في حياتنا في كل حاجة بنعملها يا رب. يا رب عايزين نختبر قدرتك يا ربي، مش بس نسمع عنها لكن نختبرها، ويكون لكل واحد فينا اختبار حقيقي معاك زي ما كل الناس يا ربي اختبروا قدرتك قبل كده. كل اللي انت لمستهم وشافتهم وحررتهم وتقابلت معاهم اختبروا قدرتك يا رب. يا ربي بطرس مشي على المية واختبر قدرتك، التلاميذ شافوك وانت بتنتهر الريح والموج، وانت بتنتهر الشياطين، وانت بتقوم موتى، وانت بتشفي أمراض. خلينا نشوف قدرتك يا ربي ونعلم يا ربي ونهتف مع أيوب: قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر. أشكرك لأنك إله المستحيلات، أشكرك لأنك إله الهزيع الرابع، أشكرك لأنه إن توانت فانتظرها لأنها ستأتي إتيانا ولا تتأخر. أشكرك من أجل استجابتك اللي هتأتي ولا تتأخر. في اسمك القدوس بنصلي لك شفاعة العذراء مريم والملاك ميخائيل وكل مصاف قديسيك. هنصلي ترنيمة اطمن واحنا واقفين. عنده للموت مخارج، ما
الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. ربنا وإلهنا وحبيب نفوسنا ومخلصنا الصالح يسوع، نشكرك. اشكرك يا ربي من أجل إعلان قدرتك. اشكرك يا ربي لأنك تكلمت لكل قلب فينا. احنا ربي مصدقين إن هذه القدرة هي أيضا لينا، بل يا ربي أنت منتظر إن احنا نطلبك بإيمان وبثقة تدينا أكثر جدا مما نسأل أو نفتكر. جايين نقول لك يا ربي من فضلك أنت تستطيع أنك تنجينا من النار المتقدة، بل أنت تستطيع أنك تعبرنا يا ربنا في وسط وادي ظل الموت ولا نخاف شرا. تستطيع وتقدر تسد أفواه الأسود، تقدر أنك تغير القلوب وتقدر أن تهيئ النفوس لاستقبال نعمتك. يا رب من فضلك اعمل فينا واعمل بينا. نريد يا رب الأيام الجاية نختبر قدرتك العجيبة والمجيدة لينا يا رب. واثق إنك استمعت واستجبت، واثق إنك هتعمل يا ربي فينا وبينا في اجتماعنا، وتلم ولادك من كل مكان وتبان قدرتك العجيبة يا رب. يكون يا رب سلطانك على الكل، ملكوتك لن يزول وسلطانك إلى ظهر الدهور. نشكرك لأنك استمعت واستجبت. في اسمك نصلي مع صلوات قديسيك العذراء والملاك والصوم الذي لك مخلصنا. أجبنا أقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. خبزنا فافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجربنا شيء بالمسيح يسوع. أنا لك ملك والكل، محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد، شركة موهبة عطية الروح القدس تكن مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام رب يكن معكم.